ليش انت ليه هسه ما تعرف ايش قد مستوى السكر الطبيعي، مع العلم انت مصاب بمرض السكري؟ اذا انت اول مفتاح حتى تقدر تعالج نفسك هو انه تعرف وين مستوى السكر الطبيعي. وبهذا من راح تعرفه؟ راح تعرف انه انت سكرك عالي فتعالجه، وما تقلل الاكل او تلعب رياضه او اثنيناتهم ومع الدواء وتنزله للمستوى الطبيعي. المستوى السكر الطبيعي دائما اقول اكثر من 424 قبل الفطور هذا سكر عالي، اكثر من 160 ساعتين بعد الاكل هذا السكر عالي، يعني 165 170 180 190 200 300، وكذلك الصبح قبل الفطور 124 حد اعلى. زين، فلهذا لهذا اني اتعجب واحد عنده سكر ورا كل هاي الحلقات يجي يكتب لي اني سكري 198، شنو رايك بيه؟ طبعا رايي عالي، لان المفروض انت تعرف. فانت اي مريض سكر يراد يعرف هو عنده سكر وسكره عالي والادويه ما تفيده ويحتاج يروح للطبيب. من القراءات، يا قراءه الصبح 124 فما فوق عالي، الساعتين بعد الاكل فوق ال 160 عالي. زين، أنا ليش أريد أعرف إنه السكر عالي ولازم أتخذ إجراء، إما أقلل الأكل، وزن، ألعب رياضة، وأخذ الدواء، أو كلهم سوا؟ لأن السكر العالي راح يدمر الجسم، يسوي مرض الكلية وتلف العين وتلف القلب وتلف الأوعية الدموية وحرقة الأقدام. زين، هسه السؤال الثاني، اكو ناس سكرها مثلا يقول لك انا سكر 170، يعني انا هم متعرض للخطر؟ هسه قلنا احنا هسه انا قلت 160 فما فوق يتلف الجسم. زين، لعد اكو غيري 170 و180 واكو 300. زين، انا يا نفس الشيء؟ الجواب نعم، اثنيناتكم نفس الشيء، اثنيناتكم معرضين لتلف العين والقلب والكليه والاعصاب. يمكن ابو ال 170 180 يراد له وقت شويه اطول، واللي سكره 200 300 وقت اسرع يتلف العين والقلب والكليه والاعصاب. جدا مهم الجميع يعرف مستوى السكر الطبيعي اللي عندهم سكر، حتى يعرف هو دا يتلف جسمه لو لا. وارجع اقول قبل الفطور اعلى شيء توصل له 124 حتى لا يتلف العين والقلب والكليه والاعصاب. ساعتين بعد الاكل اعلى حد 160. زين، غير هذا انت عندك سكرك والادويه ما تستجيب، روح القي الحل ونزله جوا هذه الارقام. صيدلانيه جنان ومثقف سكري.